بص معايا كده، شوف القوام، شوف الجمال. من انجح الوصفات اللي عملتها. تابع معايا الفيديو، وان شاء الله على اخر الفيديو هتوصلي لنفس النتيجة دي. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، ونشوف انجح طريقة ومضمونة 100% لوصفتنا النهاردة. انا معايا كده حبيتين من قرع العسل، غسلتهم كده وسبتهم لما نشفوا وبدأت اقطعهم. هي القشرة بتاعتهم بتبقى قاسية شوية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اهم حاجة جبت كده معلقة وبدأت كده اشيل كل اللب والالياف اللي جواهم. اهم حاجة لازم تنضفهم كويس جدا من الليف اللي فيهم والالياف ديت واللب ده، علشان المربى بتاعتك كده تبقى صافية كلها لحم، ما يبقاش فيها اي الياف او اي حاجات من دي. من اجمل انواع المربات مربى قرع العسل، مفيدة جدا جدا لاولادنا والكل بيحبها، بتبقى جميلة وطعمها بيبقى خرافي. خلاص كده انا خلصت الحاجات القرعية الاولانية، وهبدأ التانية كده برضو قطعتها كده نصين، وبرضو هشيل اللي جواها بنفس الطريقة الاولى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دي بس عشان من جوا كده تحس ان هي ضيقة، فالمعلقة مش عارفة يعني تلفها كلها زي ما كانت بتعمل مع التانية. المهم برضو بالراحة كده وهنشيلهم وننضفها كويس، ولو بقى في حاجة هنشيلها مع بعض واحنا بنقطعها. خلصتها كده بدأت بقى اقطعهم. بتقطعيها بأي طريقة انت بتحبيها. انا عشان مستعجلة كده فهعملهم مكعبات صغيرة علشان ما تاخدش وقت بس مني في السوا. هبدأ كده دي اقسمها على 2 عشان القشرة بتاعتها اعرف اطلعها، وبالراحة كده بهدوء خالص بتطلعي القشرة بتاعتك زي ما انت شايفة كده بالسكينة. خلصت كده انا قشرتها كلها وخلصتها، بدأت اقطعها مكعبات زي ما انت شايفة كده، مكعبات صغيرة عشان ما تاخدش وقت مني في التسوية. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا، اتمنى منكم متابعة القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، ولايك وشير وتعليق جميل منكم. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص كده بدأت اهيت خلصت الأولى، والتانية برضو هتتقطع بنفس الحكاية وبنفس الطريقة. القرعية التانية علشان ما كنتش عارفة ألف فيها المعلقة كويس، بيبقى فيها ألياخ كده، بشيلها بطرف السكينة عادي خالص بالراحة كده وبهدوء. هي القشرة بس اللي فيها الألياف اللي بتطلع معاكي، وببدأ برضو أقشرها كده. مش مشكلة خالص لو القشرة اتقطعت معاكي، عادي بتعمليها تاني بالسكينة. أهم حاجة ما تسيبيش فيها قشرة وتحاولي تنضفيها كويس. ولو فيها جزء أخضر كده بتشيليه برضو بالسكينة كده بالشكل ده، علشان المربى بتاعتي تبقى صافية كده وجميلة. هقطعها برضو كده. لو طلع مكعب كبير شوية برضو بمسكه اقسمه كده على 2.
تاني ديت برضو اهي كان فيها الياف، شلتها كده قشرة بس بسيطة خفيفة كده بالسكينة، وبعد كده بتتقشر وتتقطع بمنتهى السهولة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفرك رب واتوب اليك. انا كده وزنتهم طلعوا معايا 3 كيلو وربع بالظبط. قرع عسل صافي. وجبت الحلة بتاعتي اللي هسويها فيها وفضيتها كده. في الوقت ده انت بتحط لها سكر قد ايه؟ المفروض انت تحط السكر نص الكمية اللي عندك. يعني كده انا حطيت 1.5 كيلو سكر. كده بتبقى السكر بتاعها بيبقى مظبوط، وبيبقى كده طعمها جميل. لو عايزة انت بقى بتحب السكر زيادة شوية، زودي بقى براحتك. بس هي المظبوطة كده 3 كيلو عليهم 1.5 كيلو، وكده هي 3 كيلو وربع. فانا حطيت لها برضو 1.5 كيلو، ما كترتش في السكر بتاعي. اهم حاجة بدأت كده اقلبها كويس. ولو انت عندك وقت ممكن تنقعيها مع السكر كده وتسيبيها مع بعضها وتغطيها وتسيبيها ساعتين 3 زي ما انت عايز. انا ما كانش عندي وقت بصراحة، وحطيتها على طول على البوتاجاز، ما نقعتهاش ولا اي حاجة. هي بمجرد ما بتتحط على النار كده 10 دقايق بس بتبدأ تنزل المية بتاعتها، ما بتغيبش يعني. المهم انا قلبتها كويس في السكر كده، وبعد كده بقى هشيلها وهحطها على النار. في الوقت ده انا ولعت البوتاجاز، واهي 10 دقايق بالظبط غطيت عليها كده على نار هادية. نزلت المية بتاعتها، ما تعليش النار في الاول عشان ما تتلسعش مني. نزلت المية بتاعتها كلها في ثانية، يعني 10 دقايق بس المية زي ما انت شايفة كده. في الوقت ده انا هحط الاعشاب العطرية بتاعتي 5 حبات قرنفل كده، وعود قرفة. انا بحب احطها في الاول كده مع المربى بتاعتي في بدايتها. في ناس اما المربى بتدخل في السوا بتحط هي الاعشاب العطريه بتاعتها دي. اهم حاجه في تسويه المربى بتاعتك ان كل شويه تشيل الريم اللي بيطلع على الوش ده، علشان المربى بتاعتك كده تطلع صافيه وتطلع جميله، وما يبقاش فيها اي ريم او اي اشكال كده حاجات غريبه كده. انت بتشيل الريم ده كله كده من على الوش زي ما انت شايفه. بتبقى واقفه جنبها، وكل ما يطلع ريم على الوش كده بتشيليه اهو. يعني كل 5 دقايق 10 دقايق تلاقي ريم طلع على الوش كده تشيليه على طول، ما تسيبهوش. المربى بتاعتك تستوي بالريم ده. ده اللي بيديكي المربى الصافية الجميلة اللي شفتها في اول الفيديو. ببدأ كده كل شوية برضو ايدك فيها كده وتقلبها كويس عشان ما تتلسعش منك. في الوقت ده انا هديت عليها النار وسبتها كده. كل شوية بشيل الريم ده. اهم حاجة في تسوية المربى هو الريم ده. قلبتها كده، وهنا كده شلت عود القرفة. خلاص انا اخدت النكهة بتاعته وما عدتش عايزاه معايا في المربى، ومش هسويها بيه. لو انت عايزاها تسيبيه فيها لحد ما المربى بتاعتك تستوي مفيش مشاكل خالص. انا بس اهم حاجة عندي اخدت النكهة بتاعته. لكن قرون الفلفل انا بسيبها في المربى. خلاص المربى بتاعتي كده في الوقت ده انا هبدأ انزل عليها بعصير ليمونة، لان هي دخلت في السوى. وهبدأ بقى كده اقلبها. طبعا عصير الليمون ده مادة حفظ للمربى بتاعتك. ابدأ اقلبها وايدي لازم تكون فيها على طول. حطيت لها برضو كمان كيس فانيليا. طبعا انت لو ما انتش حاطه قرنفل هتحط كيسين فانيليا. ودي كانت اخر حته كده في الريم اللي على الوش. وبكده المربى بتاعتي وشها شوف صافي وجميله اهي. لازم ايدك تكون فيها في الوقت ده وتقلبها كويس عشان ما تتلسعش منك، والنار تكون هاديه، ما تسهيش عليها خالص. اهي بدأت تطلع الفقاقيع بتاعتها. هي كده دخلت في السوا خلاص. شوفي القوام بتاعها ده اللي شفناه في اول الفيديو. ما شاء الله ما عادش فيها اي سوائل اهي، ما عادش فيها ميه. بقت مربى صافي وجميله وبتلمع ازاي. خلاص هي المربى بتاعتنا كده استوت وجهزت. وانا سبتها بقى لما بردت. بعد كده حطيتها في البرطمان والطبق ده. ما شاء الله لا قوة الا بالله. وصفة سهلة جدا وجميلة جدا، ومن انجح الوصفات لمربى قرع العسل. عملتها في البيت بمنتهى السهولة زي ما احنا متعودين مع بعض في القناة بتاعتنا.
وبكده خلصت وصفتنا النهاردة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.